الميثولوجيا الصينية. الفيديو اللي محروق من ساعة فيديو هيدز. لو كنت ركزت كويس في اخر الفيديو اللي فات كنت هتلاقي ان فارس المحنك قال لك اشوفك في الفيديو اللي جاي، وبعدها ظهرت كلمة الميثولوجيا الصينية بسرعة واختفت تاني، ودي حركة محنكة من فارس المحنك عشان ينمي لك حاسة التركيز بتاعتك شوية. المهم، اظن ان معظمكم عارف ان الميثولوجيا الصينية دي هي امبراطور اليشم وصن وو كونج او التانيين مثلا، بس بالنسبة للاساطير الصينية القديمة فهي تعتبر اكبر من كده بكتير. هي ايوه ممكن تكون ميثولوجيا غريبة شويتين ثلاثة كده، يعني بالنسبة لهم الكون ده مثلا عملوا عملاق مشعر معاه فاس، او ان البشر اتخلقوا عن طريق تعبان. ايوه زي ما انت سمعت بالظبط كده. بالنسبه للمعتقد الغير منطقي الغريب بتاعهم ده، في تعبان هو اللي خلق البشر دول كلهم. وفي الفيديو ده هشرح لك ميثولوجيا الصين القديمه. ازيكم؟ انا عبد الله ودي قناه انفورميشن. عليك قوي كده عشان انت خدت اكتر من وقتك يا عبد الله. مساء الخير، معاك فارس علي من اف اي شو. ها فرماوي انت واصحابك اف اي شو مش فاشو. عبس، احنا في عبس. كل فيديو بقول انها اف اي شو مش فاشو، ولسه الناس مقتنعه انها فاشو. المهم، في فيديو النهارده هشرح لك الميثولوجيا الصينيه، بس مقدما حابب انوه عليك في حاجه. الفيديو ده غير منظم نهائي. فكره تقديمي للميثولوجيا الصينيه هي اكتر حاجه عشوائيه هتشوفها في حياتك. بص هديك مثال. في الميثولوجيا المصريه مثلا امون هو البيج بوس في طيبه، في منف بقى البيج بوس هو بتاح، وفي جزيره اليفانتين ده لو انا قلت اسمها صح اصلا البيج بوس هو خانوم. ودي مصر ماشي، اللي لو هتقارنها بمساحه الصين لا يا معلم، مساحه الصين اكبر باضعاف، وكبر المساحه ده معناه معلومات كتير مختلفه من مكان لمكان تاني، غير برضه تداخل شويه حاجات في الميثولوجيا الصينيه. البوذيه مثلا متداخله في بعض الاوقات في الميثولوجيا الصينيه. طيب ايه اللي انا هعمله في الفيديو ده؟ في الفيديو ده انا هجمع لك شويه قصص مع شويه معلومات وهرتبهم لك بترتيب زمني متناسق، بحيث يبقى عندنا شكل مقبول شويه لشرح الميثولوجيا الصينيه. ولكن هل المعلومات دي كلها تبع بعض؟ لا نهائي. بس يلا بينا يا معلم، حضر كوبايه النسكافيه المتينه بتاعتك. استنى اجيبها. حضر كوبايه النسكافيه المتينه بتاعتك ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب كالعاده زي اي فيديو ميثولوجيا بنبدا من قصه نشاه الكون، وقصه نشاه الكون في الميثولوجيا الصينيه ما تختلفش كتير عن باقي الميثولوجيات حوالين العالم. البدايه كانت فوضى او فراغ كبير مظلم، كان اسمه في الميثولوجيا الصينيه هوندون. عندنا بعد كده عنصرين مهمين جدا، يين ويانج، يحصل بينهم وبين بعض انسجام وتوافق، ويغلفوا الفراغ الكوني الكبير ده على شكل بيضه. بيضه كوزميك ايج، فكره البيضه الكونيه. هي القصه هناك مبنيه على فكره البيضه الكونيه، وكان جوه البيضه دي كائن اسمه بانجو. وبانجو مش بانجو يا روش، بانجو بحرف الغين مش بانجو بحرف الجيم، عشان انا عارف الروشنه اللي هتحصل في الكومنتات، بتطرق لحاجات غريبه انا. المهم بانجو فضل جوه البيضه دي لمده 18000 سنه، بعدها فتح عينه واكتشف ان مفيش اي حاجه حواليه، فراغ، فوضى، كايوس. الموضوع ده اللي خلى بانجو يغضب، راح جايب الفاس اللي معاه. جاب الفاس ده منين ما تسالنيش عشان ما اعرفش، وكسر البيضه الكونيه دي. ولكن وهنا في نقطه في القصه دي، هو عموما في نقط كتير حوالين الميثولوجيا الصينيه هنحتاج نوضحها مع مرور الفيديو. القصه الاصليه ما كانش فيها اي حاجه عن الفاس نهائي لحد فتره سلاله مين. اضافت قصه ان بانجو مع الفاس، يعني من حوالي 700 سنه ما كانش فيه اي حاجه عن الفاس ده نهائي. كانت القصه مستمره من غير وجود الفاس ده، بس بعد كده اضافت قصه الفاس. وضحت كده؟ نرجع نكمل تاني. بعد ما بانجو كسر البيضه او الفراغ الكوني ده، ابتدت تتكون من الاجزاء المضيئه من البيضه دي السماء، ومن الاجزاء المظلمه الارض. وهنا بقى عندنا السماء والارض، بس السماء والارض كانوا زي ما تقول فوق بعض كده متطابقين على بعض. وعشان بانجو يمنعهم انهم يختلطوا مع بعض مره تانية، فصل بانجو بين السماء والارض بجسمه. وفضل بانجو يعمل الموضوع ده لمده قد ايه؟ 18000 سنه كمان. ومع مرور الوقت جسم بانجو بيكبر، وبالتالي المسافه بين السماء والارض بتكبر، لحد ما وصل الارتفاع اللي بين السماء والارض. الارتفاع كبير جدا، بس بانجو مات من التعب، وابتدى جسم بانجو يتحلل. ومع تحلل جسم بانجو ابتدت كل حاجه في جسمه تبقى حاجه او مظهر من مظاهر العالم. انفاسه بقت الرياح، وصوته بقى الرعد، وعينه الشمال الشمس، وعينه اليمين القمر، وجسمه بقى الجبال، ودمه بقى الانهار، وعروقه بقت الطرق، وعضلاته بقت ارض خصبه، وشعره بقى النجوم. وما تسالنيش ازاي شعره هيبقى النجوم، ماشي. وشعر جسمه النباتات. تخيل الصينيين مقتنعين مثلا ان هم بياكلوا نبات، فالنبات ده
شعر باط بانجو مثلا. يا نهار اسود على القرف، عبس عبس. واسنانه بقت معادن، وعظمه احجار صلبه، وحاجات كتير كده المظاهر العالم اللي انا وانت عارفينها. صح نسيت، البراغيث اللي في جسم بانجو بقت الحيوانات. بس في حاجه هنا، في نصوص متقطعه بتقول ان مش عالم البشر هو العالم الوحيد في الميثولوجيا الصينيه. لا، في عالم تاني، العالم ده بتعيش فيه الآلهة الصينية نفسها، ولا اله الا الله سبحانه وتعالى طبعا، وهم اللي خلقوا بانجو عشان يعمل عالم البشر. بس في نقطه مثيره للاهتمام في قصه بانجو اكتر، وهي حقيقه قصه بانجو. المثير للاهتمام في قصه بانجو انها متاخره جدا عن الاساطير الصينيه نفسها. اقدم سجل لقصه بانجو كان في عصر الممالك الثلاثه، وده تقريبا من حوالي 1800 سنه. ده في وقت ان معظم شخصيات الميثولوجيا الصينيه اقدم من كده بكتير، فغالبا قبله ما كانش فيه اسطوره لنشاه الكون مقبوله بالنسبه للصينيين القدماء. وفي اختلافات كتير عن اصل قصه بانجو، وهي القصه دي جت منين. هل القصه دي صينيه اصليه ولا اتاخدت من مكان تاني؟ محدش معروف اصل قصه بانجو جه منين. المهم الشخصيه الاسطوريه اللي بتيجي بعد بانجو هي نوا. هسيبك ترجع تكمل قصتها تاني. مين هي نوا؟ هي واحده جت مع مجموعه من الالهه بعد موت بانجو ونزلت لعالم البشر، وهي اللي عملت البشر في الاساطير الصينيه. الجزء العلوي من جسمها هو جسم بشر، والجزء السفلي جسم تعبان. بتبدا قصتها بعد ما بانجو عمل شكل للعالم. تنزل نوا للارض وتبدا تمشي وتشوف الجبال والبحار والنباتات والسماء والانهار والاشجار. ابتدت نوا تحس ان قد ايه العالم ده جميل، بس العالم الجميل ده ناقصه حاجه. ايه هي الحاجه دي؟ نوا مش عارفاها، لحد ما تروح ناحيه منطقه مائيه وتشوف انعكاسها في الميه، وهنا تعرف نوا العالم ده ناقصه ايه. ناقصه ناس تعيش فيه. تبتدي نوا تاخد الطين وتشكله، وبعد ما تشكله تديله الروح، وهنا يظهر اول انسان. ايوه، احنا في الميثولوجيا الصينيه معمولين من الطين. من حماس نوا اللي هي بتعمله بدات تشكل بشر كتير جدا، بس في النهايه ابتدت نوا تزهق من انها بتعمل البشر بطريقه يدويه على ايديها، فجابت حبل وبدات تضرب الحبل ده في الطين، ويبتدي الطين يطير بشكل جماعي، ومع طيران الطين ده يبتدي البشر يتشكلوا بشكل جماعي. وهنا نروح لاول تفرقه عنصريه في الميثولوجيا الصينيه. البشر اللي صنعتهم نوا بايديها دول هم النبلاء، والبشر اللي ظهروا بشكل جماعي من طيران الطين بعد ما اتضرب بالحبل هم ناس عاديين. النبلاء دول هم اللي بيحكموهم. المهم يظهر البشر ونوا تديهم الوصيه انهم يتجوزوا رجاله وستات ويكتمل النسل بتاعهم. بعدها تبتدي تنزل الهه تانية تعلمهم كل حاجه عن النار والميه والزراعه والحصاد والكلام ده كله، ويعدي زمن كبير جدا. نوا هي الكبيره، هي الام، هي النظام، هي كل حاجه، لحد ما تموت نوا ويطلع من جسمها 10 الهه. ودي روايه من الروايات. في روايات تانية بتقول ان نوا بعد ما ماتت ما طلعش من جسمها حاجه، وفي روايات تانية بتستنكر وجود نوا اصلا وكأن نوا مش موجوده. بس في نقطه كمان هحتاج اوضحها لك. ثواني بقى، قبل ما نتكلم عن الالهه دول تعال اقول لك ان دي مش قصه نوا الوحيده، لا، في اكتر من قصه لنوا، وخصوصا يعني قصتين مهمين. الاولى اللي حكيتها لك، والثانيه ليها علاقه باسطوره الفيضان. واظن انت عارف قصص الفيضان حوالين العالم كتير ازاي. وفي القصه دي نوا هي واحده من البشر مش من الالهه، هي واخوها فوشي نجوا من الفيضان، وبدا ظهور البشر من بعدهم. وده كانت نظره تلخيصيه لقصه نوا والفيضان واخوها فوشي. خلصنا الجزء ده، نروح لجزء مهم جدا، لقصه ثانيه مهمه جدا برضو. القصه دي عن رمز من اشهر رموز الميثولوجيا الصينيه، التنانين. وعشان اعرفك على التنانين الصينيه فاحنا عندنا قصه قصيره جدا 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 هتعرفك افكار الصينيين عن التنانين. بتبدا القصه في وقت ما كانش فيه في الارض بحار ولا انهار نهائي، هو بحر واحد بس في العالم كله، والبحر ده كان بيعيش فيه 4 تنانين. ما تضحكش على اسمائهم عشان اسمائهم كرنج الصراحه. التنين الطويل، والتنين الاصفر، والتنين الاسود احمر العينين بتاع يوجي، هو اسمه التنين الاسود بس ماشي، وتنين اللؤلؤ. اساميهم عاديه يعني ما فيهاش حاجه، مفيش حاجه تدعو للضحك في اساميهم، او الصراحه هي اساميهم كرنج فعلا. المهم في يوم من الايام كان ال4 تنانين دول بيلعبوا مع بعض في السماء، ولاحظوا ان الناس على الارض بتصلي وتطلب المطر عشان محاصيلهم تكبر ويقدروا ياكلوا اطفالهم. وكان عدى فتره كبيره من غير ما ينزل عليهم المطر. البشر دول صعبوا على التنانين جدا، بس التنانين دول ما كانوش قادرين انهم يجلبوا المطر للبشر، بس كانوا عارفين مين اللي يقدر يعمل كده، وهو امبراطور اليشم. راحوا ال4 تنانين دول لامبراطور اليشم في قصره السماوي، بس امبراطور اليشم كان متضايق جدا ان ال4 تنانين دول راحوا له قصره من غير دعوه، وسالهم هو انتوا فعلا جايين بنفسكم ولا حد اللي قال لكم تيجوا؟ رد عليه التنين الطويل وقال له ان هم فعلا احنا جايين لك بنفسنا، وبنطلب منك انك تخلي المطر ينزل عشان يساعد الناس دي في محاصيلهم، لان الناس دول مش لاقيين ياكلوا تحت. المهم امبراطور اليشم قال لهم خلاص ماشي، روح انتوا وانا هخلي المطر ينزل بكره. ومشيت التنانين ال4 من قصر امبراطور اليشم. جه بكره
مفيش مطر نزل، جه بعده مفيش مطر نزل، جه بعده مفيش مطر نزل، وعدى 10 ايام من بعد زيارة التنانين لقصر امبراطور اليشم ومفيش مطر نزل، وبدأت الناس تاكل الحشرات والطين من الارض عشان يوقفوا جوعهم. الاربع تنانين كانت حزينة جدا على حل البشر وان امبراطور اليشم مش مهتم بيهم، فبدأ الاربع تنانين دول يحطوا خطة عشان يجيبوا مية من البحر اللي هم كانوا فيه للمكان اللي فيه البشر دول. بدأ التنانين الاربعة يعبوا المية في بقهم ويرشوها على الارض كأنها المطر، وبدأت الناس تحتفل ان المطر ابتدى ينزل ليهم وبدأت محاصيلهم تنمو. بس في الناحية التانية كان في حد متضايق من اللي حصل ده، وهو امبراطور اليشم. كان متضايق جدا من تصرف التنانين الاربعة دول وانهم عملوا حاجة بمزاجهم من غير ما يرجعوا له، فأمر اله الجبال انه يحبس كل تنين منهم تحت جبل كعقاب ليه، وبدأت 4 جبال تنزل من السماء فوق كل تنين من التنانين الاربعه وتاخدهم وتنزل بيهم تحت الارض عشان الاربع تنانين يتسجنوا للابد. اتسجنوا عشان ساعدوا البشر وعمرهم ما ندموا انهم ساعدوا البشر، حتى بعد سجنهم فضلوا برضه يساعدوا البشر. وقت ما نزلت الجبال دي على الاربع تنانين كان في فوقهم ميه كانوا واخدينها عشان ينقلوها للمكان اللي فيه البشر. بعد ما نزلوا تحت الارض بدات الميه دي تخرج من بقهم، وظهر من الميه اللي كانت في بق التنانين دول 4 أنهار رئيسية في الصين، نهر هيلونجين ونهر هوانغ ونهر اليانجسي ونهر جوجيانغ. وغالبا انا قلت ال4 اسامي غلط اصلا. هي دي القصة اللي بتعرفك اصل التنانين في الميثولوجيا الصينية، كائنات حكيمة بتراعي البشر وتساعدهم. بس مش كل التنانين الصينية كده، لا فيهم برضه تنانين مش كويسة، انما اللي كلهم مش كويسين هي التنين الاوروبي، حاجة اعوذ بالله. المهم نخش على الجزء اللي انا مقلق منه واللي ما كنتش عايز اعمل الفيديو بسببه اصلا. نخش على جزء الالهه، واستر يا رب من الاسامي. طيب حابب اقول لك مقدما كده ان مفهوم الالهه في الميثولوجيا الصينيه مختلف شويتين 3 عن الميثولوجيات التانية. على سبيل المثال مثلا الميثولوجيا الاغريقيه، الالهه هناك هم اولاد الهه. ايريس مثلا او اثينا هم اولاد زوس، فهم الهه عشان هم اولاد الهه. بس مفيش حد من البشر ممكن يبقى اله في الميثولوجيا الاغريقيه، والبشر هنا المقصود بيهم اب وام بشر، مش اب اله وام بشر زي هيركليز مثلا او بيرسوس. لا، اب وام بشر استحاله انه يبقى اله في الميثولوجيا الاغريقيه. على العكس بقى الميثولوجيا الصينيه البشر ممكن يبقوا الهه عادي، ومش البشر بس، ده الشياطين كمان ممكن يبقوا الهه. وهنحكي الكلام ده في كذا قصه قدام. حاجه كمان، زي كل ميثولوجيا حوالين العالم فالقصص دي بتتنقل من جيل لجيل، ومع كل جيل بيحصل تغيير على حسب المنطقه، وده اللي هيخلي فيه اختلافات شويه في بعض القصص. ومش ضروري ان القصه اللي انت هتسمعها مني هي القصه الصحيحه، لا نهائي. ومش ضروري ان القصه اللي انت هتسمعها مني برضو نفس القصه اللي هتسمعها في مكان تاني، لا. ولكن اختلافات القصص دي هل ده معناه ان انا غلط او الشخص التاني غلط؟ لا نهائي. زي ما قلت لك المعلومات بتختلف من مكان لمكان تاني. المهم احنا هنتجاهل في البدايه بانج ونوا لان احنا حكينا قصتهم في قصه نشأة الكون، ونبدا باللي بعدهم. وكل واحد من اللي هنشرحهم في الجزء ده هحكي لك جزء من قصته. وهنبدا بمين بقى؟ اشهرهم امبراطور اليشم. بتبدا قصه امبراطور اليشم بعد ما بانجو عمل العالم. بعد موت بانجو تبتدي تظهر مجموعه جديده من الالهه عشان تضمن نظام للعالم، ومع ظهور مجموعه الالهه دول ظهرت برضو الوحوش والشياطين، وقوه الوحوش دي ابتدت تزيد يوم بعد يوم، وبداوا يدمروا في الارض، وكان العالم ماشي ببطء لنهايته. وهنا يظهر امبراطور اليشم عشان يحاول ينقذ العالم من نهايته. يدخل امبراطور اليشم في حاله تامل عشان يسخر قوه الضوء، وعشان يسخر القوه دي مر ب 3200 تجربة، كل تجربة منهم حوالي 3 مليون سنة. اضرب انت بقى 3200 في 3 مليون، شوف الرقم اللي هيطلع لك قد ايه. على الناحية التانية برضو الشياطين مش هتسكت، لا، ملك الشياطين دخل برضه في وضع تأمل عشان يزيد من قوته، ومر برضه ب 3200 تجربة عشان في النهاية تستيقظ قوة امبراطور اليشم وقوة ملك الشياطين، قوة النور او الضوء عند امبراطور اليشم وقوة الظلام عند ملك الشياطين، وتبدأ معركة كبيرة جدا، معركة لتحديد مصير الكون. وفي النهاية ينتصر امبراطور اليشم، ومع نهاية ملك الشياطين كانت نهاية قوة الشياطين كقوة ضخمة جدا. ابتدت الشياطين تتفرق في العالم وقوتهم تقل اكتر بكتير، وبعدها يتم اعلان امبراطور اليشم كحاكم اعلى للعالم وللآلهة، وبقى حاكم السماء والارض والعالم السفلي. بس ظهور امبراطور اليشم مش معروف ازاي، البعض بيقول انه ظهر من بقايا بانجو، ولكن في قصص تانية بتقول كلام مختلف، ودي انا بميل ليها الصراحة، وهي ان امبراطور اليشم كان انسان طبيعي، وبسبب تحقيقه للتنوير اترقى وبقى اله. وفي نسخة تانية بتقول ان امبراطور اليشم
كان جندي في حرب اهليه ومات في الحرب دي، ولما صحي بعد موته في المحكمه السماويه اعلنوا انه هيبقى امبراطور اليشم بسبب ذكائه وتضحياته في الحرب دي، وكذا روايه تانية مش معروف اصلهم ايه. بس المهم والمعروف في الاخر ان امبراطور اليشم هو الحاكم الاعلى هناك. نروح بعد كده لحبيب الكل وحبيب انا شخصيا، الملك القرد. مش هنتكلم عنه ليه؟ عشان انا حكيت قصته في فيديو قديم، فمش عايز ازود عليك في الفيديو كده. هسيب لك الفيديو بتاعه في الاي اللي هتظهر هنا او هنا، الله اعلم هي بتظهر فين عشان الفيديو بيبقى معكوس وكده. احنا هنتكلم عن واحد تاني له علاقه بامبراطور اليشم برضه، وهو ايرلانج شين، اعظم محاربين السماء، الشخص اللي قدر يهزم الملك القرد سان ووكونج، واللي كان واحد من الحكماء السبعه في السماء، وهو ابن اخو امبراطور اليشم وقائد الجيش السماوي، واللي كان قوه مكافئه لقوه الملك القرد. في وقت ما كانش حد قادر يهزم سان ووكونج كان ايرلانج شين قادر على كده. هو اي نعم ما عملهاش لوحده يعني، وفي ناس ساعدوه، بس هو اعتبروه انه هو اللي قدر عليه. بتبدا القصه في يوم من الايام الملك القرد يسبب فوضى كبيره جدا في جنه الميثولوجيا الصينيه. امبراطور اليشم اتضايق جدا وابتدى يبعت وراه جيوش عشان تهزمه وتجيبوا الامبراطور اليشم يعاقبه، بس كلهم كانوا بيتهزموا من الملك القرد، والجيوش دي كانت مكونه من حوالي 100,000 مقاتل. بس ثواني، هو ايه اللي عمله الملك القرد عشان يسبب الفوضى دي كلها وعشان يضايق امبراطور اليشم قوي كده ويبعت وراه العدد ده كله من الجنود؟ في جنه الميثولوجيا الصينيه في حديقه فيها خوخ سماوي، الخوخ ده بيسبب الخلود. سون ووكونج بقى كل كل الخوخ اللي في الحديقه دي، والخوخ ده بيقعد 3000 سنه عشان يطلع تاني. وكانت الالهه الصينيه بتقدم الخوخ ده للبشر اللي بيعملوا اعمال بطوليه عشان يمنحهم الخلود في حياتهم التانيه او العالم الاخر بمعنى اصح. وبما ان سون ووكونج كل الخوخ ده كله، فده معناه ان لمده 3000 سنه مش هيبقى فيه بشر خالدين. وضحت الرؤيه هنا؟ امبراطور اليشم بقى ما خدش الموضوع ده بسهوله كده، لا ده بعد كده جيش تاني مكون من 100,000 مقاتل برضه، بس المره دي منهم رتب تقيله. ايه هي الرتب دي؟ انا مش فاهمها الصراحه. حكيم سماوي وكوكب سماوي وحاجات غريبه كده، وانا لو بقرا منها لها علاقه بالفنون القتاليه وعالم المريم والكلام ده كله كنت هفهم ده كله، بس انا ما بيجوش معايا سكه الحاجات دي. المهم يعني كان من وسط الرتب التقيلة دي ايرلانج شين وعدد تاني من الآلهة الصينية، بس بسهولة جدا قدر الملك القرد انه يهزم الجيش ده لحد ما اتبقى ايرلانج شين بس لوحده، وبدأت المعركة بين الاتنين. وهنا ابتدى يعرف سون ووكونج انه صاد خصم مش اقل منه نهائي. مع كل تحول لتحولات سون ووكونج ال 72 كان شين قادر على مواجهتهم عادي. وانا قلت لك صح، ايرلانج شين عنده التحولات ال 72 المبكره برضه، هي اي نعم مختلفه شويه عن تحولات سان ووكونج بس هو عنده برضه. المهم استمرت معركتهم لفتره كبيره جدا، ابتدت فيها تظهر ملامح انتصار شين، بس سان ووكونج ما كانش سهل برضه، كان عنده من السرعه والذكاء اللي يقدر يقلب المعركه دي ليه هو. ولما شين ابتدى يلاحظ ان المعركه دي مش هتخلص بسهوله، ابتدى يدعي اخواته من نخبه حكماء السماء انهم ييجوا ويحاربوا معاه، وفي النهايه تنتهي المعركه بهزيمه الملك القرد وياخدوا معاه ايرلانج شين عشان يتعاقب من امبراطور اليشم. وبس نروح لحد تاني، زي وان وو، اسامي ما يعلم بها الا ربنا. عارف الخوخ اللي عامل المشاكل دي كلها؟ اهي زي وان وو هي اللي بتعمله. في يوم من الايام في جبل من جبال الصين كانت بتعيش فيه انثى شيطان، كانت متوحشه جدا وعملت كوارث كتير في الارض وادت لموت عدد كبير من الناس. وبعد مرور كذا سنه ندمت الشيطانه دي على اللي كانت بتعمله وكل الدمار اللي هي سببته، وتابت عن الشر وقدرت انها تحقق التنوير وبقت الهه قويه جدا. ايوه هي زي وان وو، وهي دي الطريقه اللي بقت بيها الهه. زي ما قلت لك حتى الشياطين ممكن يبقوا الهه في الميثولوجيا الصينيه. بعد كده اتجوزت من امبراطور اليشم وبقت ملكه السماء. نروح بعد كده لقصه تانية ليها علاقه بالشمس والقمر. في فتره من فترات الميثولوجيا الصينيه الارض ما كانش ليها شمس واحده بس، لا هم 10 شموس، 10 اخوات بيمثلوا الشمس، بيبدلوا مع بعض عشان ينوروا الارض، وال10 دول بيظهروا في نفس اليوم بتوقيتات مختلفه، وده كان بامر من امبراطور اليشم. وكان استحاله ان ال10 شموس دول يظهروا مع بعض مره واحده عشان ما يحرقوش الارض. وفي يوم من الايام الاخوات ال10 دول عصوا امر امبراطور اليشم وخرجوا هم ال10 مع بعض في نفس الوقت، الموضوع اللي سبب حريق للارض ودمار للنباتات والجفاف وموت الحيوانات والبشر، وبدات الارض تتحول لرماد. شاف امبراطور اليشم اللي حصل للارض ده وبدا يحاول مع الاخوات ال10 دول انهم يرجعوا رشدهم ويبطلوا اللي هم بيعملوه ده ويستمروا زي ما كانوا بالنظام اللي كان مديه لهم امبراطور اليشم. بس ما حدش من الاخوات ال10 دول سمع كلام امبراطور اليشم، هو مفيش حد بيسمع كلامه اصلا، لا سان ووكونج ولا الاخوات ال10. وهنا قرر امبراطور اليشم
اليشم انه يقتل الاخوات العشرة دول، وطلب من الخالدين اللي معاه في العالم السماوي ان حد منهم يتخلى عن خلوده وينزل للارض عشان يقتل الاخوات العشرة دول. طب ما تعملها بنفسك يا روش، ولا انت بترميها على غيرك؟ وهنا يقرر رامي سهام اسمه هويي انه يتخلى عن خلوده ويبقى انسان طبيعي وينزل لعالم البشر عشان ينقذهم من الدمار. ولما نزل هويي للارض اتكلم مع الاخوات العشرة دول انهم يبطلوا اللي هم بيعملوه ويرجعوا لنظامهم القديم، بس ما حدش فيهم وافق. فجاب قوسه وابتدى يسحب الاسهم بتاعته ويوجهها على الاخوات العشرة دول او ال10 شموس، وبدا يدمرهم واحد واحد لحد ما تبقاش غير واحد بس فيهم. جهز قوسه والسهم بتاعه عشان يدمره، بس الشموس ال10 دول واللي كان اسمها زيهي قعدت تتوسل لهويي. اسامي تودي في داهيه، حسبي الله ونعم الوكيل. قعدت تتوسل ليه انه ما يقتلوش، وانه لو عمل كده العالم ده هيعيش في ظلام للابد. وسابه فعلا هويي، وبقى العالم مفهوش غير شمس واحده بس. هي دي قصه هويي والشموس ال10، بس مش دي القصه الكامله. القصه دي ليها تكمله. بتستمر قصه هويي بعد كده، بيعيش في الارض ويقضي حياته يقتل في الوحوش والشياطين. وفي يوم من الايام يقابل واحده جميله جدا اسمها تشين جي ويتجوزها، وبعد مده زي وان وو اللي هي المسؤوله عن الخلود تكافئه وتدي له اكسير الخلود على اعماله البطوليه عشان يقدر يرجع للعالم السماوي تاني. بس الموضوع ده سبب حيره لهويي، وده بسبب انه كان بيحب مراته جدا وما كانش عايز يسيبها ويرجع للعالم السماوي تاني. وحتى مراته نفسها ما كانتش هتقدر تستحمل انه يسيبها ويروح للعالم السماوي تاني، فيقرر انه ما يستخدمش الاكسير لحد ما يلاقي طريقه انه يستخدمه هو ومراته هما الاثنين مع بعض ويطلعوا مع بعض للعالم السماوي. وفي يوم من الايام كان هويي بره البيت بتاعه ويدخل بيته وحش، وتشينجي ما تقدرش ان هي تحارب الوحش ده، وبسبب خوفها من الموت تقرر انها تاخد الجرعه دي وتشربها. وبعد ما شربتها بدات ترتفع في الهواء وتبتدي تتحول لضوء ابيض عشان تتحول تشينجي لالهه وبقت الهه القمر. هويي بقى حس بالحزن، بس كان عارف ان تحولها ده ليه سبب ما ومش انانيه منها، بس غياب مراته عن الارض سبب له عدم رغبه انه يعيش في الارض تاني، فيقرر انه يطلع للشمس ويبني لنفسه قصر ويعيش هناك. وفي يوم واحد من كل ايام السنه الزوج والزوجه بيتقابلوا. هويي بيسافر من قصره للشمس لقصر تشينجي مراته في القمر. وهي دي قصه هويي وتشينجي إلهة القمر وإله الشمس. في قصص تانية لآلهة شمس تانيين غير هويي، وهويي ما يعتبرش إله الشمس قوي، بس في نظرات ليه إنه عادي يبقى إله الشمس. المهم نروح لقصة تانية وإله تاني واللي هو نيزها. أنا متأكد 99% إن كل الأسامي اللي أنا بقولها دي غلط، ولو صادف مصادفة إن أنا قلت اسم واحد فيهم صح فدي جاية صدفة كده بركاوي بالبركة، لا تفتكر ان انا بذاكر الاسامي ولا حاجه من وراه. المهم نيزها هو اله المراهقين والسائقين والمسافرين وحامل الرحلات. بتبدا قصته مع قائد عسكري ومراته اللي كانت حامل، بس حامل في طفل لمده مش طبيعيه. فضلت حامل في الطفل ده لمده 3 سنين و6 شهور، وبعد المده اللي مش طبيعيه دي اكيد هتخلف حاجه مش طبيعيه برضه. اللي خلفته كان عباره عن كوره لحم حواليها طاقه غريبه. القائد العسكري ده خاف ان مراته تكون خلفه شيطان، فخد سيفه وقطع الشكل الغريب ده لنصين. واول ما قطع الكوره دي لنصين ظهر منها طفل كامل النمو. ولكن خلينا هنا اوضح لك ان نيزها مش متاكد من جنسه ايه، ولد ولا بنت معرفش. البعض بيقول انه ولد والبعض بيقول انه بنت، وفي روايات بتقول انه مخنث بس بيميل للذكوره، بس انا هعتمده كولد صغير عادي. تمام، يعني هو انا بالنسبه لي نيزها ده هو ولد. يظهر نيزها ويقدم التحيه لابوه وامه. اهل نيزها كانوا مصدومين من اللي شافوه وما كانوش قادرين يتكلموا بكلمه واحده بس. كل اللي كانوا بيعملوه انهم بيبصوا لابنهم ده بخوف. هنا يظهر راهب حكيم اسمه زينرين ويقول لهم ما تخافوش، انتوا اتنعم عليكم بنعمه كبيره جدا. الطفل ده مش شيطان، لا ده طفل معجزه. نيزها كان الاخ الاصغر من بين 3 اخوات. الاول كان اسمه ميجا، والتاني كان مينجا واخوهم الاصغر، والتالت نيزها. نيزها اللي من وهو صغير كان عنده قوه غير طبيعيه، سرعه كبيره جدا وقوه قتاليه فريده، وكان قادر على المشي والكلام من وهو طفل. بدا الراهب زينرين انه يعلم نيزها الاخلاق الحميده، بس برضه نقدر نقول ان نيزها ما كانش محبوب قوي من الاطفال اللي في سنه، وده بسبب قوته الكبيره. وفي يوم من الايام كان نيزها بيلعب عند البحر ويجي له تنين صغير يطلب انه يلعب معاه. هم هناك بيلعبوا مع التنانين. تخيل انت عيل يروح له يابا انا رايح العب مع التنين صاحبي وجاي. نيزها كان فرحان جدا لان مفيش حد من الاطفال اللي في سنه بيلعب معاه بسبب قوته. وبدا نيزها يلعب مع التنين ده اللي كان ابن ملك تنانين البحر الشرقي اجوان. بدا نيزها معركه وهميه مع التنين ده، بيهزروا مع بعض، يعني بيلعبوا مصارعه مع بعض. بس
نيزها ما كانش مدرك لقوته الكبيره جدا دي، وقتل التنين من غير ما ياخد باله، وده اللي اغضب اجوانج ملك التنانين جدا. اكيد هيغضب يعني، ده قتل له ابنه، في غضب ايه اكتر من كده؟ بدا ملك التنانين ينزل مطر من السماء وهددهم انه هيغرق الصين كلها لو نيزها ما اتقتلش كعقاب على اللي هو عمله. وعشان نيزها ينقذ اهله وبلده قرر انه يقتل نفسه وقتل نفسه. بعدها رضي ملك التنانين ووقف المطر اللي هو كان بينزله، بس روح نيزها ما كانتش راضيه عن اللي حصل ده، وما كانتش قادره تعدي للعالم الاخر، وانتهى بروحه انها تفضل موجوده في عالم البشر. بدات روح نيزها تلف الارض، بس مع مرور الوقت بدات روحه دي يحصل لها اضطراب، فراح لامه وطلب منها انها تعمل له معبد عشان روحه تستقر فيه. الام اللي كانت فرحانه جدا ان ابنها لسه موجود في عالم البشر، وبدأت فعلا تعمل له المعبد. بس ابو نيزها كان متضايق جدا وحس ان ابنه ده جاب لهم العار بافعاله، فراح ودمر المعبد. مين اللي هيتضايق لما المعبد يتدمر؟ نيزها نفسه. غضب من ابوه جدا واقسم انه لازما يقتله. ايتاشي باشا منور. فاكر الراهب زينرين اللي كان علم نيزها الاخلاق الحميده؟ لقي طريقه انه يرجع نيزها تاني للحياه، عن طريق انه يحط روحه في جسم مصنوع من جذوع زهره اللوتس عشان يتولد نيزها من جديد ويستعد لمعركه الانتقام بتاعته. انتقامه منين؟ من ابوه. اداله الراهب زينرين رمح ناري وجزء من الاحذيه قادره على السفر بسرعه كبيره جدا. هيرمس باشا منور. بدا نيزها انه ينفذ انتقامه من ابوه، ولما عرف ابوه ان نيزها رجع للحياه تاني وبيدور عليه عشان يقتله، ابتدى يهرب من مكان لمكان تاني، وخلى ابنه الاكبر يحاول انه يدافع عنه قدام نيزها، بس نيزها ما تفهمش مع اخوه اصلا وقتله من غير ما يتكلم معاه. فضل نيزها يطارد في ابوه لمده كبيره جدا لحد ما قدر في الاخر انه يحاصره، وقبل ما ينفذ قتله لابوه يظهر قدامه 2 رهبان من المراتب العليا ويطلبوا منه انه يرحم ابوه وما يقتلوش، وان خطيئه قتل واحد من الوالدين هي خطيئه كبيره جدا. وفعلا يسمع نيزها كلامهم وحس ان اللي هو بيعمله ده غلط وان تصرفاته في الحياه ما كانتش صح. ايوه هنا حقق التنوير وبقى اله وبقى حامل حياه المراهقين. وبس هي دي قصه نيزها. نروح لحد تاني واله تاني وهو اله الحرب جوان يو. جوان يو اللي كان جنرال عسكري واللي كان معروف بقدراته القتاليه ومهاراته العسكريه الكبيره جدا، واللي فاز بعدد كبير جدا من المعارك، واللي عاش كمحارب عظيم وشريف ومخلص للملك بتاعه لحد ما يوصل لسن الشيخوخه ويتم اسره في الحرب ويتحكم عليه بالاعدام. بس دي ما كانتش نهايه جوان يو، لانه بعد موته بسبب انجازاته الكبيره في الحرب بقى اله الحرب الصيني. واخيرا عندنا جوان ين اللي كانت الهه للرحمه والشافيه من الامراض. والصراحه يعني هي لها قصه طويله وانا مكسل وتعبت. لو انت ما تعرفش فدي 5 مرة اصور الفيديو ده، هشرح لك ليه في الاوترو. المهم يعني هقول لك قصتها ملخصا كده عشان ننجز نفسنا. هي كانت بنت الملك، ابوها كان عايز يجوزها لواحد غني بس هي كانت رافضه وحابه انها تبقى راهبه، فابوها يحكم عليها بالاعدام. وفي وقت عمليه الاعدام نفذوا كذا طريقه انهم يعدموها بيها وكل مره بيفشلوا، فهي عشان واحده رحيمه قررت انها ترحم ابوها من معاناته ان هو بيحاول يقتلها، فقتلت نفسها بنفسها. وبعد موتها اتحولت لإلهة الرحمة. بس هي دي قصتها باختصار، وهو ده كل اللي عندي في الفيديو كله اصلا. يا الله يا رب يا رب ما يحصل مشكلة ويتعاد تاني. لو انت مش متابع على الانستجرام فانا كنت عامل فقرة صياح ان الفيديو 3 مرة صوره، باص تاني بعديها رابع مرة، دي المرة ال5 اللي بصور فيها الفيديو ده. انت لو متابع على الانستجرام كنت هتعرف ان انا مش بتخاذل فعلا، او هتعرف اسباب تخاذله ايه. فما تنساش تعمل فولو على الانستجرام عشان بنزل الكواليس والدنيا كلها هناك. ولو انت وصلت لحد هنا فما تنساش تحط لايك عشان تساعد ان الفيديو ده يوصل لناس اكتر، وتنزل تحت في الكومنتات تحط كومنت تقول لي رايك في الفيديو. لو اول مره تشوفني فانا اسمي فارس علي، بقدم كونتنت عن الميثولوجيا والاساطير القديمه. لو انت مهتم بنوعيه المحتوى اللي انا بقدمها دي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. ولو ليك حد من اصحابك مهتم بنوعيه المحتوى اللي انا بقدمها دي شير معاه الفيديو. في الاخر حابب اشكر ابن جهه البار عبد الله صاحب قناه انفورميشن فور اول عشان هو اللي عمل الانترو بتاعت الفيديو. هسيب لك القناه بتاعته في الديسكربشن وفي الاند سكرين بتاعت الفيديو. هو اي نعم اشهر مني بكتير، ده ردا على سؤال ان انا وعبد الله نعرف بعض ولا لا. نعرف بعض من بدري جدا. المهم هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفك الفيديو الجاي. سلام. مش هتستنى هنت الفيديو الجاي عشان انا مش عارف اعمل الفيديو الجاي، فما تستناش انا احط لك هنت الفيديو الجاي هيبقى ايه. بس